تعالوا اقول لكم على وصفة حلوة جدا لتتبيلة صينية الدجاج بالخضار. هنجيب فرخة هننزلها في محلول النقع، بعد كده هننشفها بالمناديل وهنعمل بها فتحات في كل جهة، وبعد كده هننزل في بولة بحوالي ربع كوباية من عصير الليمون. هننزل كمان بمعلقتين كبار من الصلصة. بعد كده هننزل بحوالي معلقة كبيرة من دبس الرمان، وده طبعا ده بيبقى أساسي في الفراخ. وهننزل كمان بحوالي معلقتين كبار من زيت الزيتون، وكمان ملح وفلفل. هننزل كمان بربع معلقة من السماق، لو حابين نزود مفيش مشكلة. هننزل كمان بحوالي معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. نبدأ نقلبهم وهنسيبهم على جنب. هننزل على الفرخة بحوالي بصلاية كبيرة مفرومة، دي طبعا المرتة فيها ملح وفلفل. وطبعا هننزل بكل الفرخة من جوه ومن بره وكل الفتحات من البصل، عشان هي دي المرتة بتاعة الفرخة. هندخلها التلاجة مش أقل من ساعتين. بعد كده هننزل في صينية، هننزل عليها ب3 بصلات متقطعين جوليان. هننزل عليها بالملح والفلفل، هننزل عليها بالفلفل الاخضر، فلفل الوان، فلفل سبايسي لو حابين. بعد كده هننزل بالبطاطس، وهنسيب فراغ كده في النص علشان نبدأ ننزل عليه بالفرخة. هننزل على الفرخة بباقي الخضار المتوفر عندنا، الفلفل والفلفل الألوان والبصل. ممكن ننزل عليهم بفصين من الثوم، وفي الآخر هننزل بالصوص اللي احنا عاملينه. وبعدين هننزل بشرايح الليمون، وهننزل عليها بورق الزبدة، وهندخلها الفرن على درجة 180. هتاخد بالظبط ساعة أو ساعة وربع بالكتير، وهتطلع بالجمال ده. بجد أحلى صينية فراخ ممكن نعملها، بجد لذيذة جدا وطعمها مميز. بعد ما طلعت من الفرن طلع بلونها ذهبي، وبألف هنا وشفا على قلبكم.